يا عباس يا اخويا. حمت ضلوعه طيحت ابو فاضل، حنت ضلوعه طيحت ابو فاضل، حنت ضلوعه طيحت ابو فاضل. حنت ضلوعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات، اليوم هو اليوم 7 من محرم، وهو يوم استشهاد أبو الفضل العباس عليه السلام. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد الإمام أبو الفضل العباس. هذا بنات، هنا خبز العباس متعودة كل سنة أسوي وأثرمه بيدي وأخبزه أني. إن شاء الله يعطيكم مرادكم وطلبوا مرادكم. شهر عاشور حاير إشرد أسميك، شهر حسين لو شهر السبايك، أسميك الحزن لو عباس أسميك، لو شهر العطش والماي والراية. بنات، وانا اثرم والله دعيت للكل. اهم شي دعيت لكم بالصحة والعافية والستر، ويحفظكم ويحقق كل امنياتكم يا رب، بحق محمد وآل محمد وبجاه رب العالمين. شفاء لكل مريض، والذرية لكل محروم، واللي ما عنده بيت، واللي ما متزوج، ربي يسهل لهم. وزعت الثواب والله، واني ادعي لكم بالشارع، واني ادعي لكم، اني وزعت واني ادعي لكم يا ربي يتحقق المراد وتفرحون. اهم شي نشوف الفرحة بوجوهكم بقلوبكم، فرحكم باولادكم وبناتكم يا رب. ان شاء الله ثواب واصل بحق الامام العباس. إن شاء الله هاي العادات تظل مستمرة طول عمرنا، ما دام إحنا عندنا عمر هاي العادات ما نبطلها. إن شاء الله عجبكم الفيديو وطلبوا مرادكم، وإن شاء الله يتحقق. دعيت للطلاب خطية إن شاء الله يفرحون وأهلهم يفرحون إن شاء الله بالنجاح والمعدل، واللي كل وحدة منتظرة ابنها المعدل والنجاح إن شاء الله يفرحها بحق الإمام العباس. أحب أقول لكم شيء، هو إحنا هاي رسالة لكم، لازم إحنا نتعلم الصبر والتحمل من مولاتنا السيدة زينب، شلون تحملت الظلم وتحملت الصبر، ولازم احنا نقتدي بيها ونتحمل. واللي هنا اقولكم بنات، راح نوزع هسه، راح اوزع واقولكم مع السلامة في مان الله.